أعجبتني مقولة تقول: إذا رأيت مجتمعا يمجد التافهين والمهرجين ويمنحهم الصدارة، فاعلم يقينا أن الاستبداد قد نجح في تجفيف منابع الأخلاق، وأن العقول قد تصحرت، وأن الانهيار التام هو مسألة وقت لا أكثر. وحين يصبح التافهين رموزا، فاعلم أن الميزان قد اختل، وأن المجتمع يعيش أزمة قيم لا أزمة أشخاص. فالأوطان لا تسقط دفعة واحدة، بل تبدأ من لحظة تصديق لسطحي وتجاهل لصاحب مبدأ. وإن أخطر أنواع الانهيار هو ذاك الذي يبدأ في العقول قبل أن يصل في الواقع. وإذا رأيت الراقصات والفاسدات بائعات الجسد يجلسن في الصف الأول، وأصحاب الشهادات والثقافة يجلسون في الصف الأخير، فاقرأ على ذلك البلد السلام عليكم.